بسم الله الفتاح العليم. السلام عليكم البنات، يا ربي تكونوا كامل ملاح. نطلب ربي ان شاء الله يحفظ بلادنا ويدوم فيها الهنا والسلم والسلام. كيما طلبتوا مني وطلبكم غالي اني نعطيكم لاباس تاع الخياطه. الشيء اللي راح نعلمو لكم في هذه الدروس حاجه بروفيسيونيل، وراح نبداو من الصفر ونخدموا الخدمه على اصولها، حتى اني اكدت المعلومات اللي عندي عند بنت عمتي الخياطه المتقنه جدا لعملها، ربي يحفظها ويبارك لها. هكذا باش اللي نمدو لكم يكون 100% متقن وناجح باذن الله. ندخلوا في الموضوع الان، وقبل ذلك ركزوا مليح مع واش راح نقول لكم درك. اللي ما تعرفش خلاص راح تتعلم معايا ان شاء الله، ولكن تبعوا كيما نقول لكم قد مراحل الخياطة قسمتهم لكم إلى 4 مراحل أو 4 فيديوهات. المرحلة الأولى كيفاش نهزوا المقاسات، ثم كيفاش تنجحي تخدمي الباترون الخاص بك، هذا نخدموه في الورق، ومن بعد كيفاش نكملوا لو باترون دو باز تاع كل وحده فيكم، هذا هو اللي راح نفصلوا به كلش. ثالث مرحلة هي كيفاش نفصلوا الكتان وكيفاش تنجحي في الخياطة والقوانين الأساسية في الخياطة مرحلة بمرحلة، راح نخدموا على هذا التيسيو هذا إن شاء الله. وأخيرا كيفاش تخدمي صدر تاع جيلاتين كيما اللي خدمتو الروبتي تاع القطيفة. نبدأ مع أول مرحلة على بركة الله، وهي أخذ المقاسات. راح نوري لكم على هذا المانكان، وكل وحده تهز روحها او تمد الاخرى تهزلها، ولكن بالشكل اللي راح نوريه لكم الان. اولا عندك هذه القائمه، هذه القائمه هزيها عندك في ورقه، اكتبيها هكذا بالترتيب، او راح نحط لكم رابط الورقه هذه اني هزيتها لكم، تلقاوها في صندوق الوصف. من بعد كل حاجه تقيسيها تكتبي قدامها الرقم تاعها. واش ندير فيها؟ مديورين فيها اولا الارتفاعات، عندنا ارتفاع الصدر، تحت الصدر، الخصر، البطن، الاوراق، الطول الكامل، عندنا عرض الكتفين، عرض الكتف الواحد، ثم عندنا الدوائر، دائرة الصدر، الخصر، البطن، الاوراق، الابط، ثم فتحة الرقبة، ثم قياس بين الثديين. ذوك الارقام اللي نلقاوها بعد اخذ المقاسات تكتبوها في الخانات هذه وتوجدوها. تمام، نبداو الان. نبداو مع الوقفة. دايما توقفي بجانب الشخص اللي راح تهزيله المقاس من الجهة اليمين. راح نبداو مع الارتفاعات باش نروحوا للدوائر. الارتفاعات هذو هما الارتفاعات. في الباترون راح يولي اسمهم خطوط البناء. اذا هزيتي هذه الخطوط صحاح الباترون تاعك راح يجي صحيح وروبسك تخرج لك هايله، لذلك ركزوا مليح في العمل. بدايه وين راح نحط المتره راح نحطها قد وين تخلص الرقبه وين يبدا الكتف. النقطه هذه ثابته. نحط المتره هنا تاعي ونقيسوا منها كلش، نبداو منها ونقيسوا كلش. الاتجاه تاع المتره تاعي كيفاش تهبط هنا باتجاه الصدر، مش هكذا، مش بالجنب، هكذا. دايما القياس تاعنا يكون هكذا باتجاه الصدر. راح نبداو مع اول ارتفاع اللي هو ارتفاع الصدر. نبداو من نقطه ثابته هنا ونهبطوا حتى الى اعلى نقطه والى البروز الكامل في الصدر، هنا مش هنا لتحت، هنا في البروز الكامل للصدر، ونهزوا القياس تاعنا. ثاني ارتفاع وهو ارتفاع تحت الصدر. نهبطوا حتى الى ما تحت الصدر. شدي بيدك هكذا بهذا الشكل تحت الصدر قد واحكمي الرقم اللي يجيك. ثالث ارتفاع وهو ارتفاع الخصر. نفس الشيء، نهبطوا هنا حتى للخصر. هنا ديري بيدك بهذا الشكل، هذا البلاصه اللي جايه منها هكذا عندنا داخله منين تحزموا، هنا قد تحكمي القياس تاعك ايضا. ثالثا ورابعا عندنا ارتفاع البطن وارتفاع الاوراق. هذو منين نحسبوهم؟ ما نبداوش من النقطه الثابته هذه، راح نبداو من الخصر
ونحسبهم. نجيو لهنا بالجنب، نجيو لهنا للخصر هنا قد ونروحوا نحسبوا مش ارتفاع البطن، نروحوا طول الارتفاع الاوراق، الارتفاع اللي منين كاين اكبر دائره واكبر بروز منين الاوراق هنا في ليونش. نحسبوا القياس تاعنا. العدد اللي نلقاوه جينيرالمون نلقاو بين 18 الى 19، كل ما كانت المراه طويله راح يزيد. النتيجه اللي لقيناها والقياس اللي لقيناه هنا نقسموه على 2 يطيح لنا ارتفاع البطن. واخر شيء عندنا طول الجبه. نبداو من نقطه ثابته نزولا على الصدر حتى الى الارض. عندنا الان راح نحسبوا عرض الكتفين. عرض الكتفين نحسبوه من الخلف، من هنا نبداو من عظمه الكتف هذا الى عظمه الكتف هذا بهذا الشكل. يعني واش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا كتف رقبه كتف، كتف رقبه كتف. نهزوا القياس بهذا الشكل من العظمه هذه للعظمه هذه. ثم عندنا طول الكتف، طول الكتف الواحد راح نحسبوه من النقطه الثابته، من النقطه الثابته الى عظمه الكتف هنا بهذا الشكل. الآن نجيو للدوائر. عندنا أول دائرة هي دائرة الصدر. كيفاش راحين نديرو؟ راحين نفوتوا المطرة تاعنا على أعرض بلاصة في الصدر. أكيد كي تكوني لهنا في الجنب تاع المرأة اللي راح تقيسي لها راح تشوفي، راح يبان لك إذا راكي دايرة على أكبر منطقة ولا لا، من الخلف ومن الأمام. أيضا لازم تنتبهوا لهذه النقطة. دايما ندير 2 صباعي هنا في الداخل نحطهم على اللحم باش يتحسبوا مع القياس، على جال باش تكون الروبة ما تجيش مزيرة بزاف هنا بهذا الشكل، وتهزي القياس. ثاني دائرة هي دائرة الخصر. راح نديروا نفس الشيء، دائرة الخصر أو دائرة لاطاي بهذا الشكل، ونهزوا القياس. نفس الشيء دائرة البطن ندوروها على أعرض دائرة فيه باش تهز كلش، سواء من الأمام أو من الخلف إذا كانت المرأة كانت سمينة أو رقيقة. ونفس الشيء بهذا الشكل. نفس الشيء نزيدوا دايما نحط 2 صباعي لداخل نحسبهم في الحساب. وآخر دائرة راح تكون دائرة الأوراق على الليونش. ثانيا نروحوا لأعرض مكان في الليونش تاعنا ونحسبوا أيضا بهذا الشكل، نهزوا القياس. عندنا دائرة الإبط. دائرة الإبط كيفاش نحسبوها؟ نجيو لعظمة الكتف بهذا الشكل، ندوروا المطرة تاعنا على داخل الذراع، يعني الشخص يهز الذراع تاعو وندوروا المطرة بهذا الشكل. ودايما نستوعها شويه باش ما تجيش ضيقه بزاف، باش تسهل الحركه في الجبه تاعنا. الان عندنا فتحه الرقبه. واش نقصدوا بها من الرقبه لحتى وين حابين نحلوا الجبه تاعنا. هذه تقريبا مانيش راح نمدها لكم هنا بالقياسات، لانه عندنا قواعد بسيطه جدا راح نشوفوهم في الدرس المقبل. شحال رايحين نفتحوا فتحه الرقبه تاعنا، شحال راح تكون. اخر قياس وهو قياس بين الثديين. كيفاش نقيسوا قياس بين الثديين؟ وهذا مهم جدا لانه من بعد راح نخدموا به لي بانس في الجبه. تقولي للمراه اللي راح تقيسي لها تحط الاصابع تاعها هنا قد في وسط الثديين، وانت تقيسي القياس تاعك بهذا الشكل. تقريبا المانكان دائما يكون عندها القياس تاع 18، قدر يزيد قدر ينقص حسب كل مرأة. الآن كملنا أخذ المقاسات. هذوما المقاسات اللي هزيناهم. عندك هنا ارتفاع الأوراق، قلنا النتيجة اللي نلقاوها نقسموها على 2 يولي لنا ارتفاع البطن. هذا هما. الآن كاين واحد العمليات حبتكم تديروهم لي وخليهم اكوتي. عندك القيم هذو
اللي مديورين بالاخضر اقسموهم لي اكل على 4. هنا ديروا لي النتيجه تاعهم، اقسموهم لي كامل على 4. هنا واش يولي عندي 25 ونص. هنا هذه مثلا عندنا 99 باش تقسموها على 4 طيح لكم 24.75. ما تحطوهاش 24.75، طلعوها قلبوها 25 تماما. يعني دائما هذيك الزياده الصغيره زيدوها، معليش مش مشكل. هنا هادو هما. عندنا ايضا عرض الكتفين دائما ثاني اقسموه لي على 2. هادو على 2 وهادو قلنا على 4. هذا اقسموه لي على 2. الان القياسات تاعنا راهي جاهزه وواجده باش نخدموا بها لو باترون. والمره الجايه حاولوا كيفاش تجيبوا هذا الورق هذا باش تخدموا الباترون معايا قد هذا الورق هذا تلقاوه يتباع عند اللي يبيعوا اللوازم الخياطه. واذا ما لقيتوش الورق هذا تاع الباترون تقدروا حتى تديروا بالورق تاع لي طابل اللي يديروهم في العروسات هذوك، لصقوا الاوراق مع بعضهم باش المره الجايه مباشره طبقوا معايا في الفيديو. ما راحش نطول عليكم باذن الله، انتظروني وما تنساوش جمل الفيديو وبارطاجيوها لحباباتكم باش تكبر القناه وتدعموني. والمره الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.